أهلا بالجميع. اليوم نحضر لكم بوريكاس ستاربست بالمأكولات البحرية المتوسطية. هذه القطع المقرمشة والهشة تضفي لمسة رائعة ولذيذة على البوريكا الكلاسيكية. استعدوا لإبهار أصدقائكم وعائلاتكم. أولا، لنبدأ بتحضير المكونات. للحشوة، ستحتاجون إلى نصف كيلوغرام من المأكولات البحرية المشكلة، وزيت زيتون، وبصل، وثوم، ونبيذ أبيض، وكريمة كثيفة، وجبنة برميزان، وبقدونس طازج، وشبة، وبشر ليمون، ورقائق فلفل أحمر لإضافة نكهة مميزة. أما بالنسبة للبوريكاس، فنحضر عجينة بيف باستري، وبيضة لدهنها، وبذور سمسم، وتوابل بيغل. الآن، لنحضر حشوة المأكولات البحرية. سخنوا زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أطفوا البصل المفروم واطبخوه حتى يلين ويصبح شفافا. ثم أطفوا الثوم المفروم ورقائق الفلفل الأحمر واطبخوه حتى تفوح رائحته. أطفوا المأكولات البحرية المفرومة خشنا واطبخوها حتى تنضج تماما وتصبح معتمة. بعد ذلك، اسكب النبيذ الأبيض الجاف واتركه يغلي على نار هادئة لبضع دقائق. ثم أضف كريمة الثقيلة، وجبن البرميزان، والبقدونس، والشبة، وبشر الليمون. تبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. خفض الحرارة واترك الصلصة على نار هادئة حتى تتكاثف قليلا. ارفع القدر عن النار واترك الحشوة تبرد تماما. هذا مهم جدا. حان وقت تحضير بوريكاس ستاربرست. افرد رقاقة واحدة من عجينة الباف باستري على سطح مرشوش بقليل من الدقيق وافردها برفق. قطع عجينة الباف باستري إلى شرائح بعرض 2.5 سنتيمترا تقريبا وطول 10 سنتيمترا تقريبا. ضع ملعقة صغيرة من حشوة المأكولات البحرية المبردة على أحد طرفي كل شريحة. ابدأ من الطرف الذي يحتوي على الحشوة، ثم اطوي العجينة على شكل مثلث. استمر في طي المثلث على نفسه حتى تصل إلى نهاية الشريحة. رتب قطع بوريكاس على صواني خبز مبطنة بورق زبدة على شكل نجمة. ضع مثلثا واحدا في المنتصف، ورتب الباقي حوله، بحيث يكون متجها للخارج. في وعاء صغير، اخفقي بيضة مع ملعقة كبيرة من الماء لتحضير خليط البيض. ادهني وجه أقراص بوريكا ستاربست بخليط البيض، ثم رشي عليها بذور السمسم وتوابل البيغل. اخبزيها لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيا ومنتفخا. اتركي أقراص بوريكا ستاربست تبرد قليلا على صينية الخبز قبل التقديم. قدميها دافئة، مزينة بالبقدونس أو الشبت الطازج، وشرائح الليمون للعصر، واستمتعي بهذه الأقراص الرائعة من بوريكا ستاربست بنكهة المأكولات البحرية المتوسطية. لا تنسي ذكر اسمي في وصفاتك. إذا أعجبتك هذه الوصفة، فلا تنسي الإعجاب بها والاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائك. أخبريني في التعليقات عن وصفات أخرى ترغبين برؤيتها. طبخ سعيد.